السلام عليكم مشاهدينا الكرام، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم ام رميسة الشاوية، فيديو جديد ووصفة جديدة. تنتمنى تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو ديالي مع الاهل والاصدقاء، وتعاونوني بلي لايك باش ان شاء الله تعم الفائدة على الجميع ويوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله باذن الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكيكة ديال التفاح اللي تتجي رائعة وغزالة ولذيذة واقتصادية بحلول عيد الأضحى المبارك. الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة، وباش ما تمنيتوا إن شاء الله لجميع المغاربة من طنجة حتى للقويرة وداخل الوطن وخارج الوطن. وتنشكر كاع الناس اللي تدعموني وواقفين معايا وتشجعوني. تنقول لهم شكرا لكم بزاف 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 على الدعم ديالكم ولي كومونتير زوينين اللي تتخليو ليا. تنشكركم بزاف صراحة الله. كل ما كنتو نتوما ما غنكونوش حتى حنايا الصراحة. وان شاء الله تنتمنى يعجبكم جميع الوصفات اللي تنحط لكم. وتنشكر كاع الناس اللي الحمد لله تيجربوا الوصفات ديالي وتيقولوا لي زوينين ورائعين وزيدي القدام. نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. في المقادير عندي 5 تفاحات، وعندي واحد حامضه، وعندي 4 البيضات بحراره المطبخ، جوج خمارات حمرين، واحد ساشي ديال فاني من وزن 7 غرام، وعندي كاس زيت وكاس سكر حبيبات، وجوج كيسان الدقيق بالعبار ديال كاس العنبه البنات، وقبيصه الملح بطبيعه الحال كيف ما تشوفوا معايا. عندي الفاني والملحه والبيض، وغادي نطلع هذا البيض مزيان، عاد تنزيد سكر حبيبات كيف ما تشوفوا معايا في الفيديو. تنخدم البيض مزيان، عاد تنزيد السكر كيف ما قلت لكم. صراحه هاد الكيكه تتجي خفيفه ومفشفشه وغزاله. انا شاركت معكم كيف ما قلت لكم بحلول عيد الاضحى المبارك. الله يدخلوا لكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا. هنا تنزيد السكر كيف ما تشوفوا معايا، كاس ديال السكر حبيبات غادي نخدموا مع البيض. عاد غنزيد في الاخير كاس ديال الزيت نباتيه. تنخدموا ضروري البنات هاد المرحله طلعوا البيض مزيان باش تجيكم الكيكه مفشفشه. هنا تنزيد كاس زيت كيف ما تشوفوا معايا. راها سهله مهله، في 10 دقائق تتكون مقاده مصايبه موجوده الحمد لله. تقدروا تصايبوها الايام العاديه، يعني بلا مناسبه تقدروا توجدوها في الكوتي ولا الفطور للوليدات ولا الحباب اللي جايين عندكم. غنبقاو مستمرين بنفس الطريقه حتى تنساليو الخليط ديالنا. هنا عندي جوج تفاحات غادي نشدهم، غادي نقطعهم صغيور طريفات ونخليو هادو في الاخر غنزينو بهم. هنا كيف ما قلت لكم قطعناهم، وغنزيدو عليهم 2 معالق ديال الحامض، وغادي نخلط كيف ما تشوفوا معايا بالتدريج داك الحامض مع التفاح باش ما تيكحلش لينا. وتنخليوه على جنب 3 تفاحات حتى الاخر. تشوفوا معايا في اخر الفيديو اش غندير لهم. هادوك تنخليهم متزيين. دابا غنكمل الخليط ديالي، غنزيد الدقيق بالتدريج. هاد الخليط البنات ديال الكيكات يجي شويه ثقيل، ما يكونش خفيف كيف ما الكيكات العاديين. كيف ما تشوفوا معايا هنا انا شعلت الفران على 160 لمده ما بين 15 20 دقيقه الفران. صراحه راه سهله مهله وجات الصراحه لذيذه كيف ما تشوفوا معايا في الفيديو. دابا غنزيد التفاح مقطع. هنايا واحد التحريكه خفيفه وتنكونوا موجدين المول ديالنا اللي تنكونوا داهنينه بالزبده وراشينه بالدقيق. هانتوما تشوفوا معايا الخليط هنا راه تيتقال، ما تيكونش خفيف، ولكن الصراحه جات لذيذه وغزاله شكلا ومذاقا. ثقوا بيا. ناخذ داك الخليط ما تشوفوا معايا.
تنوزعوه على المول كامل. هنا انايا دوك 3 تفاحات اللي بقاو عندي نقيتهم، وهنا تنقطعهم كيف ما تشوفوا معايا قطع صغار مدورين صغار باش نزينوا الكيك ديالنا قبل ما ندخلوها للفران. بنفس الطريقه تنبقى غاديه حتى تنسالي كميه التفاح اللي عندي. واللي عندها مول صغيور تقدر دير نفس نص ديال الكميه ديال التفاح، ما ديرش كلشي، تقدر تستعمليه جوج للتزيين ووحده تقطعها ديرها في الكيك مع العجين كيف ما تشوفوا معايا. وهنا هاد التفاح تنخوي عليه تاني نصف ديال عصير الليمون اللي هو الحامض باش ما يكحلش لينا وتيعطي واحد المذاق لذيذ كما تشوفوا معايا. داك الخليط اللي بقى عندي ديال الحامض هنا تنبدا نحط القطع ديال التفاح من فوق الكيك ديالنا كيف ما تشوفوا معايا. حقيقة حتى لاخر لحظه عاد وجدت هاد الكيكه. نبقاو غاديين بنفس الطريقه كيف ما تشوفوا. وتزين اللي عندها الكاوكاو مهرمش ولا اللوز ايفيلي المهم ولا الكوك على حسب الرغبه على اي واحد اللي عنده اي حاجه موفره عنده في المنزل ديالو. انا هنايا خديت اللوز ايفيلي وهو باش نزين الكيك ديالي كيف ما تشوفوا معايا في اخر الفيديو. نمشيو بنفس الطريقه حتى تنساليو. حنا كملنا طبقه ديال التفاح، وهنا هذا تيعطي واحد اللذه واعره الصراحه الله غزال. ساشي ديال الفاني ترشو من الفوق كيف ما تشوفوا معايا. وعندي شويه القرفه، صراحه القرفه تتمشي مع التفاح. وهنا عندي اللوز ايفيلي تنديروه في الجوانب كيف ما تشوفوا معايا في الفيديو. تنزينوا به صراحه تيجي رقي في الشكل وفي المذاق رائع. كيف ما قلت لكم كيكه ديال التفاح تيمشي معها السكر والقرفه من الفوق. وتنديروا طروفه ديال الزبده باش يجيونا تيجينا داك التفاح مذهب لون ذهبي. صراحه طلعت تجي لذيذه مذاق رائع الصراحه. ثقوا بيا رائع. تنتمنى الصراحه تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، وتنتمنى تجربوها وتكتبوا لي شي كومونتير زوين وتقولوا لي اختي الشاويه راه عجباتنا الطريقه ديال الكيكه ديالتك كيف ما تديروا دائما. وكيف ما قلت لكم ما تنساوش بارطاجيو الفيديو ديالي مع الاهل والاصدقاء وتعاونوا بلي لايك باش ان شاء الله تعم الفائده على الجميع. تمشيو مع الجوانب حتى هما تنزوقوهم كيف ما تشوفوا معايا. وهنايا انا غادي ندخلها للفران كيف ما قلت لكم 160 ديال الحراره مده ما بين 15 ل 20 دقيقه. هنا كيف ما شفتوا معايا تندير فيها شويه الزبده من الفوق تعطيني اللون الذهبي. ها الكيك ديالتنا كيف ما تشوفوا معايا اللون ذهبي تيعطيني بعد ما خرجتها من الفران. هنا انايا تندهنها بشويه الناباج من الفوق، ضروري الناباج تيمشي مع التفاح البنات تيعطي واحد اللمعه رائعه. والتزيين تيبقى اختياري، تقدروا تزينوا بسكر كلاصي. انا تعجبني السكر كلاصي من الفوق هي في الجوانب يعني ماشي في كلها، هي الجوانب ديالها البلاصه اللي فيها اللوز ايفيلي تنزينها بسكر كلاصي كيف ما تشوفوا معايا في الفيديو. صراحه عجبتني وعجبت مالين الدار، راه جات راقيه في الشكل ولا في المذاق رائع صراحه الله. كيف ما تشوفوا معايا في الفيديو عفوا جات رائعه وواعره ولذيذه. وتنتمنى تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. وتنشكركم كاملين، تنشكر كاع المتبعين ديالي تنقول لهم شكرا بزاف والى اللقاء وعواشركم مباركه.